قررت ابتدائية مدينة صفرو زوال اليوم الأربعاء تأجيل النظر في الشكاية التي تقدم بها عامل الإقليم ضد البطل العالمي السابق مصطفى اللخصم رئيس جماعة إيموزار كندر بسبب تصريحات صحفية تتعلق بالفساد. وارتباطاً بالموضوع، صرح دفاع لخصم عقب جلسة اليوم أن المحكمة أمهلت رئيس جماعة إيموزار مدة شهرين من أجل تقديم أدلة كافية بخصوص الاتهامات التي وجهها إلى عامل صفرو. كما نفى محامي لخصم أن يكون موكله قد سدد مبلغ الكفالة الذي جرى الحديث عنه سابقاً، مشيراً إلى أن المحكمة قررت متابعته في حالة سراح دون أن يؤدي ولو درهماً واحداً، في إشارة إلى 50,000 درهم قيمة الكفالة سالفة الذكر. أصدر حزب الحركة الشعبية هذا الأسبوع بلاغ على إثر التطورات والمستجدات التي عرفها ملف مصطفى الخصم رئيس جماعة إيموزار كندر وعضو المجلس الوطني للحزب في علاقته ببعض الأطراف في المجلس الجماعي وبالسلطة المحلية بإقليم صفرو. وأكدت الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية في ذات البيان على ما يلي: أولاً، يعرب عن اعتزازه بالأخ مصطفى الخصم كإحدى الكفاءات الحركية من مغاربة العالم المشهود له بغيرته الوطنية الصادقة وبتشبته بثوابت ومقدسات الوطن، وإزاء ذلك يتابع الحزب بانشغال كبير المتابعة المعلنة في حقها. ثانياً، إذ يؤكد الحزب موقفه الثابت وثقته التامة في استقلالية القضاء وحرمته وضرورة توقيره واحترام قراراته وأحكامه، فإنه يؤكد كذلك على حرصه على تمكين السيد الرئيس من الحق في محاكمة عادلة تتحقق فيها ضمانات الدفاع وللتمنع بكل الدعم القانوني والمعنوي اللازم في مثل هذه المواقف. كما يسجل الحزب موقفه الدائم المبني على التمسك بدولة الحق وإنفاذ القانون وتوفير كافة الشروط لوصول المواطنين لحقوقهم وممارستهم لهذه الحقوق بكل حرية والتزام في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل فاصلة. ثالثاً، إذ تثني الحركة الشعبية على كافة المواطنات والمواطنين الذين أعربوا عن تضامنهم مع زميلنا في الحزب، مع التنويه بالحس الوطني العالي والمسؤول الذي طبع هذا التضامن العفوي، فإننا ندعو الجميع إلى تجنب أي فعل أو قول من شأنه المساس بهيبة الدولة أو انتهاك حرمة القضاء الذي يصدر أحكامه باسم جلالة الملك بصفته الدستورية كضامن للحقوق والحريات. رابعاً، إننا في حزب الحركة الشعبية إذ نعبر مجدداً عن تضامننا مع السيد مصطفى الخصم في هذه النازلة، مع التأكيد على واجبنا في توفير المساندة القانونية له، فإننا نجدد إيماننا الراسخ داخل الحزب بمغرب المؤسسات وبالمغرب الدستوري المرسخ لتلازم الحقوق بالواجبات، ويكون القانون فوق الجميع. وفي الأخير لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.